طن سمسم يساوي راتب سنة، ولسه بتسأل تزرعه ولا لا؟ حبة صغيرة تغير حياتك اسمها السمسم. السمسم مش للطحينة بس لكن للثروة كمان. ازرع سمسم النهاردة واربح بكرة. لو قعدنا نتكلم عن السمسم ونقول فيه شعر محتاجين دوام، لكن السمسم زرعة سهلة جدا، محصول صيفي مربح جدا جدا جدا، تكاليفه قليلة جدا جدا مقارنة بالمحاصيل الأخرى. لا، زرعة سهلة، زرعة مربحة، مش مكلفة، عمرها قليل 90 يوم بالكتير، جو 120 يوم. هزرعها وهزرع زرعة بعدها، بدل ما ازرع محصول واحد صيفي ده انا هزرع محصولين صيفي، خلال بزرع سمسم وازرع بعديه واحد تاني. فقبل ما نتكلم عن السمسم وازرع سمسم لازم اعرف ميعاد زراعته، الارض اللي هزرع فيها مناسبة عندي ولا لا، ومعدل التجول الفدان، وهلم جرة ونكمل في موضوع السمسم. ومعانا فيديوهات كبيرة جدا، لكن نصلي على النبي ونرجع لكم تاني. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنبدأ معاكم سلسلة فيديوهات عن زراعة السمسم في مصر، من الزراعة حتى الحصاد. طبعا في ناس كتير جدا في مصر الفترة الحالية محتارة تزرع ايه، اللي يقول لك انا خلاص انا مش عايز ازرع ذرة، واللي يقول لك انا هزرع قطن. مش زارع قطن، ده انا لسه ما خدتش فلوس القطن اللي انا وديته ساعة السنة اللي فاتت. طب نزرع ايه؟ طيب يا باشا السمسم حلو، محصول حلو، ايوه محصول حلو، ايوه محصول حلو، زرعة سهلة، زرعة مش مكلفة، ارباحها كويسة. يا هندسة ده انا لما لقيتك عامل فيديو منزل فيديو عن السمسم شفت التعليقات بيقول لك الفدان ما بيوصل اكتر من 700 كيلو 6 اراضيب. يا عم ماشي، هاخد الناس الكلام، الناس المحبطة اللي بيقول لك الفدان اقصاه مش هجيب 10 اراضيب والكلام ده كله. لا، انا هجيب 7 اراضيب و6 اراضيب، يعني 700 كيلو. وهم قالوا الأرداب بالكيلو بنباع ب 80 و 90 جنيه، هنبيعه ب 90 جنيه. ال 700 كيلو في 90 جنيه هبيع المحصول الإيرادي الفدان ده حوالي 63,000 جنيه. هصرف 10 جنيه أو مثلا 65,000 جنيه، هصرف 10,000 جنيه للفدان، يبقى أنا وفرت 55,000 جنيه، أو هوفر مثلا 40,000 جنيه من زرعة واحدة خلال من 90 يوم. وهزرع بعد السمسم ايه؟ هزرع مثلا ذرة، او ممكن ازرع لب عباد، او ازرع لوبيا، او ازرع رز بعد السمسم. ايوه بعد السمسم. هو بص هياخد معاك مثلا هنزرع السمسم امتى يا هندسه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه اهو. ميعاد زراعة السمسم من منتصف شهر يناير، من منتصف شهر ابريل لحد نهاية شهر مايو. يعني معانا شهر 5، نص شهر 4 خلص، يبقى معانا شهر 5، يبقى هناخد 5 و6 و7، 3 شهور هنزرع فيهم السمسم ونحصد السمسم بتاعنا، وادي زرع بعديه رز. تمام؟ يبقى انا خدت 3 شهور 5 و6 و7 هزرع فيهم السمسم، وبعديه هزرع رز، عايز ازرع لوبيا، عايز ازرع ذرة، اي محصول، عايز ازرع فاصوليا اللي هي الصيفي، تمام، عايز ازرع بطاطس، عايز ازرع بطاطا، اي حاجه هنزرعها بعديه. كده كده هاخد محصولين. ممكن الناس اللي بتفكر تزرع بنجر بدري، هزرع بنجر في 8، تمام، فانا هاخد زرعه وهزرع بنجر بدري، فزرعه جميله جدا، زرعه مربحه جدا وحلوه خالص. ميعاد الزراعه زي ما قلنا معاك من منتصف شهر ابريل لحد نهايه شهر مايو، لحد شهر 5. تمام؟ طيب ايه الارض المناسبه يا باشمهندس اللي احنا نزرع فيها السمسم؟ بص، السمسم يصلح معاك في الارض الطينيه والارض الرمليه والارض الجيريه، بس ما بحبش الملوحه وما بحبش الميه، حساس للميه جدا. تمام؟ فهو اصلا ما بيرواش كتير وما بيحبش الميه، وعايز الري على خفيف، فعايز الارض ما بتتنفس من سيئه الصرف. عندك الارض سيئه صرف فيها ملوحه. طب يا هندسه انا عندي نسبه ملوحه صغيره تقريبا 1000 جزء في المليون. هو 1000 او 1200 جزء في المليون ممكن يقلل معاك الانتاجيه.
نتكلم عن الانتاجيه تقل مثلا، يعني مثلا بنسبه 20 30% عن الانتاج العادي الطبيعي بتاع الفدان. فانا عندي الارض جيده الصرف وما فيهاش ملوحه وخفيفه، ازرع عادي سمسم مفيش مشكله. تمام، يبقى الارض مناسبه عندي، ارض رمليه، ارض طينيه، الكلام ده كله ينفع معاك. تمام. طيب معدل التجاول للفدان قد ايه يا باشمهندس؟ معدل التجاول للفدان من 2 كيلو ل 4 كيلو للفدان. تمام، ده بالنسبه لمعدل التجاول وميعاد الزراعه والارض المناسبه. ان شاء الله الفتره اللي جايه هنتكلم عن ازاي نعد الارض لزراعه السمسم. التخطيط ازاي، طرق الزراعه ازاي، انواع تجاوي السمسم. تمام، احاول نوصل لكم المعلومه ببساطه وبسهوله وبيسر ان احنا نكمل مع بعض. تمام، وان احنا نزرع زرعه وان احنا نكسب منها. انا دخلت المجال ان انا اتكلم عن زراعه السمسم بناء على طلب ناس كتير من المتابعين، اتكلم عن زراعه السمسم. يعني للامانه هنا ما بنزرعش سمسم في المنطقه اللي انا فيها، بس انا هحاول اوصل لك المعلومه وهحاول لك اوصل لك اللي انت عايزه من زراعه السمسم. بفضل الله هنوصل برضه لانتاجيه كويسه جدا ان شاء الله، لا يقل الفدان عن طن. السمسم بيدخل في الصناعات كتير جدا ومحصول اصلا تصديري. تمام، فانا هنزرع السمسم وكده كسبانه معانا بفضل الله. لو بعته مثلا ب 70 ب 80 جنيه هجيب معايا 80,000 و70,000 و60,000، هصرف 10,000 يبقى انا موفر، فانا كسبان و100 وحاجه محترمه جدا. تمام، فالسمسم زرعه برده زرعه سهله، زرعه كويسه، بس الارض اللي انا هزرع فيها ما تكونش فيها ملوحه، ما برويش بميه مخلوطه، تكون ميه نظيفه وحلوه. تمام، وبنزرع السمسم في الارض ما تكونش سيئه الصرف. الارض عندي صرفها وحش، بلاش تزرع. عندك فيه ملوحه بلاش تزرع السمسم، هيزعل معاك ومش هيجيب معاك انتاجيه. تمام، فانا السمسم عايز الارض الجيده الصرف الخفيفه اللي ما بتحتفظش بالميه وصرفها كويس. يعني انت لو انت عامل شبكه صرف كويسه في ارضك وعامل مصارف وكلام من ده، ازرع سمسم وانت بطنك بتصرف. ليه انا هزرع سمسم وما ازرعش المحصول الثاني؟ مش هيكلفني كتير، بكتير جو مصاريفه لا تتعدى 10,000 جنيه للفدان. محصول مكشوف، محصول سهل زراعته. يعني شفت انت انا بشبهه بالجرجير. تمام، البذره بتاعته الصغيره ديت. تمام، هو الذهب الابيض. تمام، فانت البذره بتاخد مثلا 3 كيلو 4 كيلو، بتحطهم مثلا على شويه رمل وانت ماشي تلقط كده تلقيط. مثلا بتزرع مثلا في الجور، عايز تزرعه سرايب، عايز تزرعه بدار، بنزرع بالسطاره، تزرعه بالبلنتر، كل ده شغال معاك زي الفل باذن الله. تمام، ده كان محتوى الفيديو بتاعنا، ان شاء الله مكملين معاكم الفتره الجايه. لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم وكان محتوى الفيديو كويس وحابين ان احنا نكمل، لو مش عاجبكم قلتوا خلاص ما تكملش يا باشمهندس وما تتكلمش عن السمسم، للامانه هسمع كلامكم مش مكمل. تمام، فانتوا لو حابين نكمل كلامنا عن زراعه السمسم وازاي نعد الارض وازاي نجهز الارض وانواع التجاوي ومميزات بعض هذه انواع التجاوي، انا هحاول اوصل لك المعلومه كامله مكمله، محدش هيوصلها لك. تمام، وهدلك عليها، واحنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. فلو انت حابين نكمل هتكتبوا في التعليقات كمل يا باشمهندس واحنا معاك وعايزين نزرعه سمسم ان شاء الله. لو الفيديو عجبك بقى وانت مش متابعنا لازم تتابعنا، ولو الفيديو عجبك اكتر وعايز توصل رساله للناس ثانيه مش عارفه تزرع السمسم، اعمل مشاركه للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. الخلاصه نهايه الفيديو، ملخص الفيديو النهارده: ميعاد الزراعه من منتصف ابريل لحد نهايه شهر مايو. معدل التجاول للفدان من 2 كيلو ل 4 كيلو للفدان. الارض الصالحه ما تكونش، جميع الاراضي المصريه تصلح للزراعه، بس تكون خفيف، ما بتحتفظش بالميه، ما تكونش سيئه صرف، ما يكونش فيها ملوحه. تمام، يعني تكون ارض خاليه من الملوحه، تكون ممتازه جدا وتصلح للزراعه معاك. تمام، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.